بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاة وقوة ومدد تحمي بها الروح والجسد ولا يقدر بها علينا أحد وتحفظ بها الأهل والولد. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة على كل حبايبي ومتابعيني داخل مصر وخارج مصر. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم دايما بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتنزلوا تفعلوا الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم بيه إشعار إن شاء الله على خير. النهاردة هنعمل مع بعض ميكس خطير جدا جدا مكون من 3 حاجات. ميكس رهيب هيعجبكم وهيعجب أولادكم. عندي هنا المكونات بتاعتي: كنافة وبسبوسة وجلاش. أيوة، كنافة وبسبوسة وجلاش ميكس مع بعضه خطير. وهدين الصينية الصراحة في حتة تانية خالص. المكونات عندي: نص كيلو من الكنافة، كوباية من السكر، كوباية من سميد البسبوسة، ورقة من الجلاش. عندي هنا الشربات أنا عملته: كوبايتين من السكر على كوباية ونص من المية، ورقة فانيليا وعصرة ليمونة. وبضيف مكون كده خطير حلو جدا، بضيف روح جوز الهند بيخلي لي الشربات والحلويات اللي أنا بعملها تحفة. انا جهزت الكنافه معايا بالشكل ده. انا كنت حطاها في الفريزر، طلعيها من الفريزر وافرمي فيها بالشكل ده، سواء هتعمليها بايدك او هتعمليها بالكبه، اي حاجه من الاتنين هينفعوا. واحنا بنشتغل فيها لو لقينا اي حاجه مكلكعه فيها كده او جامده شيليها من الكنافه، هتتعبك بعدين في الصينيه. كده انا نعمت الكنافه بالشكل ده على الاخر خالص. هضيف لها كوبايه من سميد البسبوسه وبرضه اقلب كل مرحله، اقلب المكونات. هنضيف كمان معلقه معانا من البيكنج باودر، كمان هنضيف كوبايه من السكر، هو سكر حبيبات عادي برضه مفيش اي مشكله. معايا ورقه من الجلاش كانت في الفريزر، طلعيها قبلها بشويه تفك معاكي. انا كانت جامده معايا شويه بس ان شاء الله هنقطعها. هنشيل كل الورق اللي لازق، وحتى لو متقطعه معاكي ما يحصلش حاجه لان احنا كده كده هنحطها في المكونات. هنقطعها شرايط. قطعنا كل الورق بالشكل ده. في حاجه مهمه انا نسيت اقول لحضراتكم عليها من الاول: شيلي كوبايه من الكنافه عشان تحطيها في قاع الصينيه من تحت عشان تتحمل الحراره. معلش الخطوه دي ما جاتش معايا من الاول. هنضيف بقى الجلاش مع كل المكونات عشان طبعا هنغلفها بالسمنه كويس جدا جدا. قبل ما تضيفي السمنه لازم تعملي الخطوه دي وتقلبي المكونات كويس في بعضيها، عشان طبعا دي تختلط البسبوسه مع الكنافه مع الجلاش تبقى سهله عليا لما اجي احط السمنه. احنا كده في المرحله دي اتقلبوا معانا كويس. هننزل عليهم بجزء من السمنه وكمان نغلفها كويس برضو. المرحله دي مهمه جدا جدا، نخلي كل السمنه تتغلف بالمكونات. انا عامله هنا كميه حلوه، انت ممكن تعملي نص المقدار، بس تعملي نص لفه الجلاش وربع كنافه وكوبايه من سميد البسبوسه صغيره. انا عندي هنا الكميه حلوه بسم الله ما شاء الله، هتقطع معايا صينيه كويسه. احنا نستغنى عن المعلقه دلوقتي ونقلب بايدينا عشان نغلف كل السمنه في المكونات، عشان دي زي ما قلت لحضراتكم دي اهم خطوه. كده المكونات معايا تمام. هضيف في قاع الصينيه شويه من السمنه. كل المكونات اللي معايا اخدت كميه السمنه اللي انا عملتها، غلفت منها وحطيت في قاع الصينيه، وكمان هحط معلقتين 3 على الوش. دي كوبايه الكنافه اللي احنا شلناها، دي هتحملي قاع الصينيه، وكمان لما تيجي تقلبيها هيبقى شكلها حلو. وانا في الاخر ما قلبتهاش، نسيت برضو، بس انتوا بقى اعملوا كده يعني. بس كده تمام. هنرش الباقي من السمنه، معلقتين بس صغيرين هنرشهم عليها عشان السمنه تلزق على الكنافه. وانزل بقى بالمكونات اللي معايا كلها في الصينيه، وعلى قد ما تقدري بقى اكبسي في الصينيه. اي ورقه قابلتك من الجلاش تكون مقفوله ولا حاجه افتحيها، وعلى قد ما تقدري اكبسي في الصينيه جامد جدا، يعني اضغطيها على الاخر. ممكن تستعيني باي حاجه تقيله شويه وتضغطيها كويس. انا ضغطتها بايديا في الاول وبعدين هرجع اعملها تاني بطبق او بصينيه. كده ضغطتها كويس جدا جدا، وكمان هضغطها بطبق كده. ممكن تجيبي الصينيه تاني وتعملي بيها، بس هي كده حلوه قوي يعني، انا بس باكد عليها يعني. كده الصينيه اتضغطت ضغطه تمام، ما فيهاش اي نفس، عشان كده هتطلع تحفه. في المرحله دي الشويه الباقيين معايا من السمنه هضيفهم على الوش، والحمد لله على كده، مش محتاجه سمنه تانية. هندخلها الفرن ونرجع نكمل الفيديو ان شاء الله ونشوف الجمال والحلاوه دي. الله على الجمال، شايفين الصينيه تحفه. في خطوه زي ما قلت لحضراتكم تعملوها قبل ما تحط الشربات عليها:
انك تقلبيها الناحيه التانيه. لو عايزه اعملي كده عشان التصوير بس احنا معانا، لو مش عايزه سيبيها زي ما هي كده. انا اضفت الشربات وهي هتشربه كله، وهتشوف الجمال والحلاوه بتاعت الصينيه دي، مرمله وطريه. وعملنا شويه فشار كده جنبيها، يا سلام على الجمال. حلو وحادق مع بعض بقى حكايه. هنسيبها شويه بس تشرب الشربات، نرجع نقدمها مع بعض. ممكن انت تسيبيها نص ساعه عشان تعرفي تقطيعها حلو يعني. انا مقطعه حته صغيره اهي على جنب. هي الصراحه سخنه بس مش مشكله، بقى نقدمها مع بعض. تستنوا بقى اللحظه الحاسمه وتشوفوا الجمال والطراوه والترميله بتاعه الكنافه. احنا هنقول عليه الميكس كده مش الكنافه. الله على الجمال، طريه ومرمله والصراحه الطعم. واوعى تنسوا بقى روح جوز الهند اللي قلت لكم عليها في الشربات، بتخلي الحلويات روعه. بصوا الجمال، الله على الجمال، الله، ترميله وطراوه روعه. عايزاكم تجربوها. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه، لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا جرس الكل عشان يوصلكم منه كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.